ازيكم؟ عندك مناسبة او في ضيوف جايلك ومش لاحقة تجيبي حاجة بمرة او تعملي حلويات، هنعمل احلى جاتو شاتو تحفة. يلا بنفس المعيار وبنفس الكوباية هنشتغل هنا 4 كوبايات الا ربع دقيق. 4 كوبايات الا ربع، وامشي بمقدار واحد، يعني كوباية واحدة اللي هتعايري بيها كل حاجة. حط هنا كمان كيس كيك شيف وذرة من الملح على ايدي كده، وفي الخلاط بقى نبتدي نحط بقى ايه. هنا كوباية الا ربع من الكاكاو الخام، واستخدمي الكاكاو الخام يكون نوع كويس. كوباية الا ربع من الزيت، وكوبايتين ونص سكر. طبعا السكر من كوبايتين لكوبايتين ونص على حسب ما انت بتحبي السكر بتاعك ايه. كوبايتين ونص من السكر هنا بنفس المعيار يا بنات. وعندي كمان كوبايتين من اللبن. اسهل جاتوه شاتو ممكن تعمليه، وامشي بالمقادير بالظبط ان شاء الله هيطلع معاكي تحفه. هضرب كله في الخلاط كويس قوي قوي قوي، واللي في الجناب ده هنزله بالمعلقه عشان يدوب معايا. بس هو كده فضلت يضربه حوالي تقريبا كده ايه 10 دقايق، لغايه ما يتقل معايا كده. وهو ده اللي انا عايزاه. هاخد منهم كوبايه من نفس برضو المعيار اللي انا شغاله بيه، وهحطها في التلاجة وهوريكم هنعمل بيها ايه. وهنا بقى تاني هنا هزود على الخليط اللي في الخلاط، هزود عليهم 5 حبات من البيض. امشي بمقاديري وبالخطوات كده بالظبط وهتطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. 5 حبات من البيض اهو. وتأكدي ان البيض بتاعك يكون طازه، ما يكونش مركون وما يكونش من التلاجة بدرجه حراره الغرفه. احط كيسين من الفانيليا على البيض، وهبتدي ان انا اضربهم مره تانية في الخلاط لغايه يعني كمان 10 دقايق كده. وادي كده هنا المكونات الجافه معايا. هحط ربع كوبايه من الكاكاو الخام عليها، يبقى انا حطيت 4 كوبايات الا ربع دقيق. حطيت ربع كوباية من الكاكاو الخام، وحطيت كيس بيكنج باودر وذرة ملح على ايدي، يعني ربع معلقة صغيرة كده. واحط كمان ربع معلقة صغيرة من القرفة. وهقلب كويس المواد الجافة دي مع بعضيها. مقادير سهلة وبسيطة، واسرع حاجة حلوة هتعمليها، وحاجة كده قمر هتشرفك في سكات في مناسبة او في ضيوف جايلك. ابتدي انزل بقى بالسوائل اللي عندي واحدة واحدة بقى عشان ما اطلعش الهوا، واقلب بالراحه. المهم ان انا اخلطها السوائل دي كويس قوي مع الدقيق بالراحه كده. وهضيف طبعا السوائل كلها، دي مقادير يا بنات ومحدش ايه لخبط فيها. بس انا هدوب كويس عشان ميبقاش في حاجه خالص مكلكعه معايا. وادي القوام اللي انا عايزاه، هو ده القوام المظبوط كويس قوي. المهم ان انا اخد بالي عشان ميبقاش في ايه دقيق ايه راكن في اي جنب كده اهو. بس شايفين قوامها؟ هو ده قوام الكيك المظبوط او الجاتو شاتو زي ما بتسميه عندك. ادي هنا دي صينيه مقاس 30، هصب فيها الخليط، مش هدهن اي حاجه فيها. بصوا هو ده قوامها، حاجه كده قمر وتستاهل بجد بقكم. طبعا انا عندي اول ما ابتديت اللي انا اشتغل عندي الفرن سخن على درجه الحراره 170. هخبط الصينيه خبطتين 3 بس كده قبل ما ادخلها الفرن. زي ما قلت لك الفرن عندي شغال على درجه حراره 170 اول ما ابتديت اللي انا ايه اعمل الكيك بتاعي. بس احط بعد نص ساعه ابتدي ان انا افتح على حسب بقى طبعا الفرن بتاعي هتاخد وقت من نص ساعه ل 45 دقيقه. اهم حاجه ان انا احط فيها السكينه كده او اي حاجه تطلع نظيفه. اسيبها تبرد شويه وابتدي لا اعمل فيها فتحات فيها كلها. اسيبها بس 10 دقايق بس تتهوى، وابتدي لا اعمل فتحات في الكيك بتاعي كله. وعارفين بقى كوبايه الشوكولاته اللي احنا سيبناها في التلاجة، هي دي اللي احنا هنصبها من فوق الوش، هنسقي بيها الكيكه. طبعا هي هتشرب بقى الفتحات دي الشوكولاته في حاجه كده قمر قمر. احلى جاتوه شاتوه زي ما بيقولوا بقى ايه، حاجه كده حكايه. بس هسقيها بقى بالشوكولاته كلها. وادي الكيك بتاعي اللي غرقان بصوص الشوكولاته، حاجه كده قمر حكايه. يا رب اكون فدتكم بحاجه النهارده. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسيش اللايك والشير يا قمر. سلام.